قلت الملأ وبلشت الفضايح. فيديو واحد كان كفيل يولع الدنيا والسوشيال ميديا. كل العالم حكت عن الفيديو، اعلام، صناع المحتوى، وحتى الاشخاص اللي ما عندها محتوى وبعمرها مش منزله فيديو صارت تعمل فيديو لتحكي عن هذا الفيديو. خلينا نشوف هذا الفيديو وبنرجع بنحكي. بعتذر انه عم تشوفوا هيك مشاهد، بس بالنهاية هو انتشر مثل ما شفنا اعتداء جسدي، شط شعر، ضرب، والصدمة انه هي وحامل. وهذا دليل انه المشاكل كانت مبلشة اول الزواج، مش قصة جديدة. اكيد نحن ضد كل انواع العنف شو ما كان السبب. خيي اتطلقوا، اذا في مشاكل من الاول اتطلقوا. ليه بتخلوا حالكم توصل لهيدي المرحلة؟ رجع بعد فترة انتشر فيديو تاني. حقك يا شرموطة قد ايه؟ هلا ما نشوف يا شرموطة قد ايه حقي. مثل ما شفتوا نزل من السيارة، فت لعندها وبزق عليها، رجع شتمها وظهر لبرا إلى آخره. بس الفكرة إنه ليه عم يصورها؟ هيدي الشغلة ما حدا فهمها. ليه عم تصور؟ ليه عم تصور شيء انت ممكن يضرك لبعدين؟ اكيد حيضرك وضرك. في شيء مش منطقي. المفروض بهيك حالات تكون هي عم تصور، مش انت اللي عم تصور. هلا مكتوب على الفيديو انه كان عم ياخذ جرعة مخدرات. هلا فهمتوا قصدي، انا ما في اقولها هون على السوشيال ميديا. الخلاصة اللي بدي اوصلها انه عن جد طلع في مشاكل وما طلعت تمثيلية مثل ما كان البعض مفكر. لازم تشرفنا عشان يشوفوا وجهي مشوه. هذا عيد ميلادي، ماي بيرثداي توداي. جسمي من فوق لتحت مشوه، شعري كله نازل. كلبي مثلك بدها تداوي. كمان هون عم بصورها. طيب شو الفكرة؟ شو الغاية؟ ليه عم تصور؟ المهم بهذا الفيديو انه حتى بعد ميلادها ماكلة أكل، وفي مشاهد عنف ومبين على وجهها وهالتفاصيل وهي عم تبكي. طيب هالفيديوهات انتشرت وخلص، يعني السوشيال ميديا ما عادش حدا قادر يهديه. فكان رأي العالم من بعد ما شافت هيك فيديوهات صار الدكتور فود بموقف محرج، وكل العالم راحت صوب شروق. حتى في ناس قالت أنا مني معزومة على الحفل وبدي هلأ روح على الحفل نكيب الدكتور فود. واللي كان معزوم على الحفل وانا من ضمن الاشخاص المعزومين كانوا عم يترددوا يروحوا. صاروا عم بيقولوا لا منا نروح. اكتر جملة كانت عم تنقال بالكومنتات انه شروق لازم تعمل مهرجان، مش لازم تعمل بس حفل. طيب هون شو كانت ردة فعل الدكتور فود لما فاق وشاف هيك فيديوهات؟ اول شي عمله انه نزل ستوريات على الانستغرام وقال فيهم هيك: وقتها تفشل المفاوضات نصير ندخل الشخصي ولا نهدي. لما تفشل المفاوضات، يعني المقصود هون انه هو القضية ربحها والولاد صاروا معه. ومثل ما مبين بالفيديو يعني ابنه بحضنه. عم يقول انه شروق خسرت القضية وهلأ صارت بدها تستخدم مشاكل شخصية لحتى تطلعني بصورة مش منيحة، واكيد كرمال تطلع حالها هي بريئة. كل شيء عم تحضروه هلا تأكدوا في قبله وبعده، وانا ابدا ما رح بعمل هالحركات وانشر، ولكن حاحكي كل شيء وانا متأكد قلبي حتوقفوا حدي. وعم يقول انه هالفيديوهات العنف في قبلهم شيء، صاير شيء لحتى وصل لهيدي المرحلة. هلا اكيد نحن ما عم نبرر للعنف، بس عم نشوف هو شو منزل. هلا ممكن يا دكتور فود تصير مرة العنف عن غضب كذا، بس المبين من الفيديوهات انه كاين في كتير هيك قصص. كمان ذكر انه من بعد ما حيحكي بالتفاصيل كل العالم حتوقف جنبه. خلينا نعمل اتفاقية، كل فيديو بينزل بنجاوب على هذا الفيديو اللي نزل. كنا بتركيا، اجى عنا اعلان قال لي انا حاوصل لك المصاري تعال خدهم. اوكي وصل تحت البيت انا ونازل، بتقلي ما تنزل. بلا لا شو في؟ قلت لي هدي محاولة خطف يمكن قتل كمان. فقلت له لوجيوس انت نزل، سوري ذكرنا اسمه. فبينزل لوجيوس بنتاكد انه هي محاولة خطف. بعدين نحن من فيلم تركيا منتابع الموضوع لنفهم شو صاير. بتطلع الست ورا هيدي العملية كلها سوا، هدفها الوحيد انه تحرق هذا الزلمة، تحرق دكتور فود. عم يقول هون انه الفيديو العنف بسبب انه هي كانت عم تحضر له لعملية خطف. لا انا شفت التعليقات. هلا تقولوا لي انه ستوري، وين في تعليقات؟ العالم اخذت الستوري ونزلتها. انا شفت تعليقات العالم على قلب الفيديو. اغلبية العالم كانت عم تقول شو هالقصة الهندية او التركية اللي ما فاتت براسنا، انت استخدمت العنف وما في شي بيبرر لك. هي هدفها انه قلت لي بدي احرق، ولكن ما قدرت طلع بايدها شيء. ورح اخبركم انه هذا ولا شيء، هدي شوي من اللي مسيرة 4 سنين.
خيي انا بفوت بهذا المستوى. كل ما بجرب ابعد حالي وعائلتي عن المواقع التواصل الاجتماعي من وراء الفضايح الا هي لحقتني بالفضايح. شي مره طلعت انا على صفحتي الشخصيه حكيت شي عن عائلتي يا خيي. كل مره بنقول هالشغله هي بتعمل عكس انا شو. فالبدي لكم اياه، هي هلا وصلت بمفاوضات عم تنكسر، فهي عم تفتح هلا قول بدها تنشر كل الفيديوهات. والله لخبركم قصص ليشبوا شعر راسكم. هو ما بيدخل حياته الخاصة وبعكسها هي. هلا أنا برأيي كل واحد فيهم بدخل حياته الخاصة، بس كل واحد بدخلها بطريقة غير التاني. المهم قال حيحكي كل شي حتعرفوا الحقيقة. فعليا فتح لايف على التيك توك وحكى كل شي. تخيل انا مع بنا مره قال لي 4 سنين طلعت اكذب كذبه بحياتي، كله كذب. انا ما بعرف مين اهلها صراحه، ما بعرف مين امها، ما بعرف مين بيها، ما بعرف مين اختها. ما بيعرف حدا بعائلتها وعم بيقول عاش معها 4 سنين بقلب كذبة. فجاه اجى واحد هون على لبنان قال لي انا خيا كنا قاعدين بالقبيات طلع قراتها قتله. قلت له لا ضربك خيك، خلص مشاكل قديمه انا وياها. فات كتير بالشخصي وبلش يحكي عن خيا. قال اجى على لبنان واعتدى عليها بالضرب كرمال قصص قديمة. قال هو ما كان عارف اصلا انه هو خيا. بعدين انا صرت بدي اعرف مين اهلها، لقينا لخيا التاني. فبيطلع خيا التاني ما بيحكي وياها لسبب ما كان شركي وياها على اليوتيوب. بعدين خيا تخيل اللي عايش معها بالبيت بيفوت بيعمل لها ديليت لليوتيوب وبيقطع لها رزقها بالشهر 15 ل 20 ألف دولار. شو السبب ما بنعرف. هون صار عنده فضول يعرف من هن عائلتها، فدق وصل لخيا التاني. طلع كمان ما بتحكي معه، او بالاحرى ان خيا متبري منها. يا خيي مين بنتك؟ طيب انا شايف بنتين، وحده اسمها امل على اسم امك ووحده اسمها الا. هيدي امل مين؟ ما بعرف، هيدي بنت طليقه. طيب والا كمان بنتي. طيب لا الا مش معك، ما انت بكندا، وكندا هي مع المراه، وكندا هي مع الطفل، وكندا بتدعس على الرجال. طيب كيف اليوم القضاء الكندي عطى البنت لامه؟ عم يقول عندها اولاد من طليقه وعم يسال وين القضاء الكندي، ليش وقتها ما اعطوك الحضانه الاولاد لإلك؟ القديم عملت فيه نفس الشيء. كيف هلا فتحت لي فيك اكونت وعم تنشر هي ومحاميه. جوزها القديم نفس الشيء، فتحت شيء اسمه جوكر. هو كان كتير ذكي، راح على جرائم المعلوماتيه بكندا، طلعوا الاي بي وين موجود الاكونت، طلع عندها بالبيت هي وبيها. والبيها حكيم، تخيل هي وبيها عملوا هالاكونت ليهاجموا جوزها. هيدا هو. عم يقول انه هالفضايح اللي انتشرت على السوشيال ميديا كمان عملت نفس الشيء مع طليقها السابق. ببين انه هذا الشيء اللي كان ورا الانتشار هي ومحاميها. انا اللي بدي اقول لكم انا محافظ على اولادي، هول اولادي حيعيشون احلى حياه. اولادي قال لهم يومين بيطلعوا من البيت. عم يحكي كمان عن اولاده انه هلا حاليا هن بامان اكثر معه، امن لهم كل شيء. صراحة ضيعونا وضيعوا العالم كلها، وبطلت العالم فاهمة مين الظالم ومين المظلوم. ولادي له يومين، انا شي بجيب سيرة ولادي بتأثر، سامحوني. لا ما في شي بالحياة بيأثر فيني الا ولادي. بس الحمد لله صاروا معي. هول ولادي حيكملوا حياة حلوة. ولادي لهم يومين احلى اهتمام. ولادي لهم يومين من الصبح لبالليل في عالم اخصائيين بيجوا بيقعدوا معهم بيهتموا فيني. ولادي كل يوم بيروحوا بيجوا. ولادي عم يعيشوا بين البشر. ولادي عم بيحلوا احلى عنايه. ولادي حيربوا بالكنيسه. ولادي حيكونوا فخر لكل العالم. ولادي حيكونوا من اذكى العالم. هون مشهد باللايف العالم كتير نشرته على السوشيال ميديا انه هو كيف تأثر على اللايف وهو عم يحكي عن اولاده، وزح الكاميرا عن وجهه عم بيقول الحمد لله انه صاروا بمأمن. كل العالم اللي كانت عم تسأل ليه ما تركته اذا كان في هالقد في مشاكل، وهو جاوب بهذا الموضوع. هلا انا بوعدكم فيه، وانا ما بقى انشر اي شيء وما بقى احكي اي شيء، وتروح تعمل اللي بدها اياه، والقضاء بيناتنا وكل شيء حنثبته بالقضاء. وتاكدوا انه كل شيء صار في عنف، كان في مصيبه كثير كبيره وراها. وما تقول لي لا ما فلت، لانه وقت اللي كنت فل يكون معي شيء بايدي تضربني هون. يحني الادله بالمحكمه، طقرتني سكين هون او مدري وين anyway او خلص كل الادله بالمحكمه كرمال انه شو ما فل وتهددني بالولاد. هلا فلي وانا اخذت قرار فلرت. بتقلي لا انا ما كنت اتركها لانه كان في ابتزاز، يعني بالاحرى شروق كانت عم تبتزه للدكتور شروق وكانت تضربه بالسكين. في مقطع قال انه القضاء لو مش واثق ببراءتي ما كان عطاني الاولاد بدون جلسه. قال في كتير قصص بالقضاء بعده لهلا مش حاكي عنها. نحن هون وصلنا لنهايه مفتوحه مثل العاده، ضيعونا وضعنا معهم. عالم كتير بصف شروق لانه تعرضت للعنف، وعالم كتير بصف الدكتور فود لانه هو عاش 4 سنين معها بكذبه وضحكت عليه بكتير قصص وكانت عم تبتزه. والولاد علقانين بالنص، واكيد لما يكبروا حيسالوا نفس الاسئله اللي نحن عم نسالها، مين كان الظالم ومين كان المظلوم. فما بعرف شو بدي اقول، بس الواضح اكيد انه القصه طلعت مش تمثيليه، وكان في عن جد مشاكل كتير كبيره، وهذا الموضوع
صار جدا واضح، بس الشيء اللي مش واضح لهلا مين الظالم ومين المظلوم. قولوا لي رأيكم بالكومنت، ما تنسوا اللايك والسبسكرايب.